بسم الله توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله. نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي ونعمل سوا النهاردة أجمد كنافة نابلسية في الكوكب كله. لما تجربوا الطريقة ونفس الخطوات هتعجبكم جدا وسهلة جدا. يلا بينا، الموضوع مش صعب. اتفضلوا معايا نعمل أحلى كنافة نابلسية. انا كده معايا اول كوبايه سكر اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد. دي الكوبايه التانية. كوبايتين ميه على كوبايتين السكر، وادي تاني كوبايه. ده بالسكر وهسيبه على النار يغلي، واكون مجهزه عصير الليمون. عصير ليمونه كبيره، باكو واحد فانيليا صغير. اخر خطوه معايا بقى في الشربات بتاع الكنافه النابلسي، هديها ذره لون زعفران او لون طعام احمر المتاح عندك، عشان تساعد معايا في لون الكنافه بتاعتي. حتى لو كان لونها، يعني الكنافه اللي انا هشتغل بيها النهارده اصحابها جايبينها معموله جاهز، ملونه جاهز، لكن احنا احتياطي كده هنظبط برضو اللون بتاعها. تمام كده. بعد ما بردت معايا خالص، او بعد ما طفيت على الشربات اديته اللون بتاعه كده. الشربات بتاعي جاهز، اسيبه يبرد واجهز الكنافه. كوبايه سكر واحده يا مدام صفي على كميه الكنافه اللي عندنا. طبعا كنافه نابلسي او كنافه مصر بالمهلبيه او اي نوع كنافه، اي حلويات شرقي على العموم، كنافه بسبوسه هريسه، طبعا يعني سمنه بلدي مفيش فيها كلام. وانا قبل ما ايدي تبل من السمنه، انت شايفاني كده حضرتك؟ ايوه. ارضيه الصينيه كلها طبعا من كل الاتجاهات. انا كده كده هحط ايدي فين؟ السمنه دلوقتي. انا لسه هحط سمنه على الوش، فعشان كده مش عايزه احط السمنه في الارضيه. شفت لما نكون بنبس كده الكحك والحاجات دي. يعني ان شاء الله يوم العريس لو عجبك الكنافه النابلسي هتعملي كل الحلو بتاعنا النابلسي ان شاء الله باذن الله. ربنا يتمم لك على خير يا رب. هتدوقيها وهتقولي رايك بصراحه من غير مجامله. ريحه السمنه البلدي بانت هنا، ظهرت هنا. وانا الفكره معايا ان انا لما اكبسها ابقى عارفه انها تمسك معايا كده. بالنسبه للكنافه يعني. طبعا الكنافه دي جايه لنا اصلا ملونه، لكن احنا طيب لو انت الكنافه بتاعتك جايه بيضه هتعملي ايه؟ اهم حاجه هتقصيها ناعم الاول، بعد كده هتضيفي لها لون زعفران او لون صفار البيض بودر، او مع السمنه البلدي هتسيحيها معاها، وهتضيفي السمنه البلدي هتقلبي بيها الكنافه. في الحاله دي هتاخد كلها اللون اللي انت عاوزاه. ولو ضفتيها بودر كمان على الكنافه وقلبتيها كويس هتاخد كمان نفس اللون اللي انت عاوزاه، لكن مع السمنه بتتشرب في كل الاتجاهات كويس. الكوبايه دي تقريبا اللي تنفع هنا، عشان كده لو في عارفه هراسه البطاطس تبقى كويسه. انت كده هتكبسيها بقى. ايوه. الكنافه اللي بالمهلبيه في الفرح التاني ما عجبتكيش؟ لا كانت جميل، بس انت حابه النابلسي اكتر. ماشي. اكلتها في مكان وكانت عجباني قوي. ان شاء الله تعجبك كمان. الحرف بتاع الجبنه ده اللي بدل ما هنحط جبنه او مهلبيه قشطه اي حاجه من دي، هنختار حاجه من الاثنين. يا اما هنحطها في النص بس عشان الاطراف ما تتحرقش، يا اما هنعمل طرف من العجينه اللي معانا او الكنافه اللي معانا زي ما انت حضرتك عالي كده يعني، عالي حرف عالي يحمي لي الجوانب بتاعه الصينيه. كده الجبنه اللي عندي مش موتزاريلا، هي جبنه مخصوص للكنافه النابلسي. الحقيقه كانت ممتازه جدا، لكن مش الكيس اللي انا شغاله بيه ده. الكيس اللي انا شغاله بيه ده الشركه دي لو اسمها ظهر في الفيديو يا جماعه محدش يجيبها للكنافه النابلسي خالص، لانها وحشه جدا جدا. لما استخدمناها كانت ناشفه بطريقه غير طبيعيه. يعني الصينيه ديت احنا كنا عاملين حوالي 5 صواني، دي طلعت اسوأ صينيه فيهم. دي كانت الصينيه الاولى التست اللي انا عملته عشان اجرب بيها الكنافه الجبنه يعني.
بعد كده لغيتها واشتغلت بجبنة تانية خالص. بس مع الأسف أنا مصورتلكوش الكيس بتاعها، عشان أضمن إن الكنافة تطلع كويسة وطلعت بالجمال اللي هتشوفوه في آخر الفيديو غير طبيعي. لكن اللي أنا استخدمتها في الصينية دي كانت مش حلوة خالص. طبعا الجبنة العكاوي هي أصل الكنافة النابلسي، وأفضل أنواع اللي اتعمل بيها. الجبنة العكاوي لو جالك مالحة طبعا بتحطيها في مية لغاية ما تحلو، وبعد كده تبشريها أو تحطيها شرايح زي ما تحبي. لكن هي افضل انواع الجبن لحشو الكنافه النابلسي. وفي السوق طبعا بقى فيه دلوقتي انواع كتيره، لكن الحقيقه الجبنه العكاوي هي افضلهم لحشو الكنافه النابلسي. ببدا ارش على وش الصينيه طبقه تانية من الكنافه، هتكون خفيفه شويه عن الطبقه اللي تحت، واكبسها كمان كويس قوي. وبعد كده هرش على الوش سمنه بلدي زي ما انا عاوزه. وطبعا كل ما زادت السمنه معاها بتكون احلى بصراحه في الحلويات الشرقيه بالتحديد. عايزه لون اظن عايزه لون. لونها كده حلو قوي. قلتلك بس عايزه لون يا جماعه. بصي يا صفاء، لا بالعكس ده لونها كده مظبوط. ما شاء الله كده عسل. ريحتها تحفه، ريحتها خطيره. سمنه بلدي بقى ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشربات بتاعنا احنا كمان ملونينه عشان الكنافه لو لونها قليل او ملهاش ما خدتش لون اصلا في الشعر بتاعها تبقى اللون بتاعنا طالع من الشربات. اضافه الشير او الشربات بيرجع ليكي انت قد ايه بتحبي الحاجه مسكره. لكن بالنسبه لينا الناس الموجودين بيحبوا الحاجه معتدله، وانا عامله لهم قبل كده كنافه كتير وعارفه انهم بيحبوا الحلويات الشرقي سكرها معقول مش زياده. هو ده اللي انا عملته، بس يا دوب بالمعلقه كده وعلى وش الصينيه. هي طبعا فيها سكر اصلا واحنا لسه بنجهزها مع السمنه، فنسبه السكر والحلو اللي فيها كده كويسه بالنسبه لهم قوي. لكن بالنسبه لحضرتك عايزه تزودي ده شيء يرجع لك. طبعا في اغلب المحلات بيسقوها شربات كتير جدا، فبيكون مش مرغوبه لبعض الناس. يا جدعان اللون مش عاجبكم؟ لا بالله لونها تحفه، ده لونها كده مظبوط. لا صينيه من اللي معانا دول زودنا العسل بتاعها عشان العريس بيحب الحاجه مسكره قوي، عشان هو عريسنا مسكر اصلا. كنافه النابلسي تقدري تسويها في الفرن او على البوتاجاز. الفرن بتاعنا هيسخن كويس جدا، ونحط الكنافه على درجه اقل من المتوسط ولغايه ما تاخد وش فوق وتحت، وهنخرجها وهتلاقيها ثابت جناب الصينيه وبقت في وسط الصينيه. تعرفي انها كده خلاص بقت من جوه ناشفه وكويسه. لو هتعمليها على البوتاجاز نفس الحكايه، هتحطي الصينيه على البوتاجاز لغايه ما تحسي انها اطرافها احمرت، الا بيها في حاجه تانية وترجعيها الصينيه وتحطيها على النار تاني لغايه ما تاخد الوش التاني على الناحيه التانية. وبألف هنا وشفا هتطلع معاكي احلى كنافه نابلسي واحلى كنافه في العموم. بتبقى في البوتاجاز على البوتاجاز جميله جدا، مش محتاجه خالص للفرن. اتمنى الفيديو بتاعنا النهارده البسيط يكون عجبكم. ان شاء الله نعمل لكم في استوديو اوبن بوفيه التفاصيل بتاعه الكنافه النابلسي، لان زي ما قلت لكم احنا في فرح، فكويس جدا ان انا لحقت اصور الجزئيه اللي احنا طلعناها النهارده. واذا عجبكم الفيديو نتمنى تشرفونا بالاعجاب والاشتراك والتعليق على القناه لو نستاهل وجودكم وتشريفكم معانا. السلام عليكم.